اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، امين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجه حلوه عليكم يا رب. الفيديو ده يا حبايبي معلش طويل شويه، بس ده يعني يعتبر روتين يومين او ثلاثه في الشقه زي ما طلبتوا مني وقلتوا لي عايزين ان روتينات تكون يعني كامله عن عشاتنا من ساعه ما نصحوا لغايه ما نناموا. بس للأسف الروتين ده كله كوارث، كله يعني خدت الأسبوع ده خبيط الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. أول حاجة حبايبي التلاجة باظت. شايفين ده الليمون المخلل اللي كنت عاملاه معاكم قبل رمضان؟ شايفين كله باظ، شايفين حلاوته وجماله، لكن سبحان الله باظ. التلاجة باظت يا حبايبي، فبوظت كل حاجة. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دي وصفة المكرونة اللي قلت لكم عليها، اللي عملوها البنت من التيك توك، ودي بيضة سلقتها البنت الصغيرة. جابوا وصفة من على التيك توك، قلت لها يا بنتي مش كل اللي هيجي على على التيك توك ده وعلى النت ده صح، ده في حاجات يعني تبقى مش كويسة. الله يسامحهم اللي بيطلعوا الحاجات دي ومش بيخافوا على الناس اللي انها تبوظ المقادير. شايفين يا حبايبي الليمون مخلل؟ والله زعلانة عليه خالص خالص. انا الاسبوع ده خدت خبيط في كل حاجة قاعدة تبوظ مني. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والله خسارة خسارة الليمون ده، ما يجيش من تكلفته ومن تعبه، وعاملاه كان بسم الله ما شاء الله زي العسل. 3 برطمانات شايفينهم في الحوض باظوا بسبب التلاجة عتصقعش، فبوظت الحاجة كلها اللي جواها. يلا الحمد لله على كل حال. هم عملوا ايه بعد ما عملوا الوصفة دي؟ قعدوا ينقوا اللي فيها، المهم غسلوا المكرونة وعملوها بطريقة تانية عشان يقدروا ياكلوها. هتشوفوا معايا في باقي الفيديو قدروا ياكلوها ولا. ادي حبايبي الصالة برضه هيروقوها. التلاجة هنا كانت خربة الدنيا بصراحة ومش كويسة خالص. هتشوفوا معايا التلاجة منظرها ازاي. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شايفين التلاجة حبايبي؟ شايفين منظرها؟ شايفين كل اللي فيها طلعناه ده اتبهدلت يعني، والحاجة اللي جواها بصوا هي التلاجة كيف. شايفين ادي الباب بتاعها كل الحاجة فيها باظت. فصلناها برضه عشان نغسلوها وحنركنوها كده لغاية ما يريد ربنا وتتصلح. الحمد لله على كل حال. يعني تلاجة عاوزة تلاجة. بصوا اتكسرت كيف، شايفين كلها الصدى والبرومة من كل ناحية وبابها اتكسر. والله العظيم الواحد يلا يا رب، انا مش عايزة ننكد عليكم، بس انتوا حبيتوا تشوفوا معايا بيتي كامل وروتين كامل، ودي عيشتنا ودي حياتنا. ادي المكرونة بعد ما عملوها هتشوفوا يقدروا ياكلوها ولا. الحمد لله يا رب على كل حال. انا راضيه بقسمتي وراضيه بنصيبي الحمد لله. بس نفس التلاجة ربنا يكرمني ونقدر نصلحها، عشان زي ما انتوا عارفين الجو حر موت. شايفين كمان الدرج بتاعها اللوح بتاع القزاز هني اتكسر. يعني يلا الحمد لله قدر الله برضه وما شاء فعل، ما نقولش غير كده. ربنا ان شاء الله شايلنا الخير باذن الله يا رب. التلاجة دي يا حبايبي والله الراجل شافها قال لي يعني دي هنصلحها لك ازاي؟ دي كل حاجة فيها مكسرة. قلت له ارجعها على قد ما تقدر، يعني يقطع حتت منها ويوصلها بحتت تاني. قال لي مش عارف. فانا ايه فضيتها كده وبعت العيال ياخدوها. كان هيجي يعني الورد ياخدها هو واصحابه على التوك توك يودوها للراجل، بس لسه ما ربنا ما رادش يعني. لما يريد ربنا هنمسحها كده وهنركبها تاني. هنحط فيها بق ميه لغايه ما ربنا يسهل ونصلحوها. شفتوا حال التلاجة عامله كانها بوابه. ترفع لما يجي يفتحوها ترفعيها وتدخليها. فاكرين لما وقعت على صباعي قطع تكيه؟ فاكرين؟ ووريتكم صباعي برضه قبل كده ونزلت لكم الصوره على المنتدى. كنتوا بسبب التلاجة شايفين الباب من تحت مصد كيف وليه حد فظيع. هنا حطيت لهم المكرونه قلت لهم خدوا طب كده كلوها وشوفوا. للاسف قدروش ياكلوها. برضه الطعم قعد فيها زي ما هو. في الاخر اتكبت. يعني كان يوم الحمد لله الحمد لله. مش عارفه نقول ايه غير ايه غير اني الحمد لله يا رب. انا راضيه بكل اللي يحصل وراضيه بقسمتي ونصيبي الحمد لله يا رب على كل حال. قدر الله ما شاء فعل. معلش حبايبي انا مش بنديكم يعني مش بنزعلكم ولا بنديكم طاقه سلبيه ولا حاجه، بالعكس ده انا بنحكي لكم وبتشوفوا معايا يوم وبتشوف الواحد اللي عايش فيه ويوم بيعدي كيف. والحمد لله على كل حال. المتة ابتدوا ينظفوا كده، جابوا المفرش اللي فوقيها فوق التلاجة هينظفوه. انا بنسند الكيس العيش فوق التلاجة عشان الجو حر موت، لو دخلت المطبخ هيبوظ العيش ويعطل. فبنحطوه احنا بنجيبوا العيش المصري ده يوم يوم لغاية ما ربنا يفرجها ونجيب شكارة الدقيق. معلش هنا التليفون كان هيفصل وكان النور بتاعه ضعيف والله. يعني
يعني حتى التليفون الايام دي بيحمى معايا بطريقه فظيعه، يعني بيسخن. معلش انا قلت يحمى، عندنا احنا على السخونيه يقول حمو يعني، او الدنيا حموه. التليفون ابتدى يسخن كده وصورته ابتدت تتوحش. فاعذروني معلش لو لقيتوا اي فيديو ما عجبكمش التصوير، سامحوني زي بعضه واستحملوني لغايه ما ربنا يفرجها عليا، وان شاء الله ربنا يبدل حال من حال. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. هيلموا هنا المتة وهينطفن بإذن الله. وزي ما انتوا شايفين كده هن شغالات والله على قد مجهودهن وعلى قد ما يقدرن، وغير كده والله حتى ما فيش كلمة طيبة. يلا الحمد لله محدش بيختار نصيبه، واحنا راضيين باللي قسم ربنا. هنا بنت فضت التلاجة، طبعا كل المواعين دي كانت في التلاجة، البرطمانات المخلل والبقى اللي كان فيها باقي وكل والحاجة كلها كبتها زي ما انتوا شايفين، وهتغسل المواعين. كمان شايفين البوتاجاز، يعني والله ما عندي حاجة في الشقة يسيل عليها الريق. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وانا راضية بقسمته ونصيبي، وربنا ان شاء الله باذن الله مش بيعمل حاجة وحشة، وشايلنا الاحسن باذن الله يا رب. حبايبي عايزاكم توقفوا جنبي وتشجعوني وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتشاهدوا الاعلانات فضلا وليس امرا. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم، يبارك فيكم ويديكم الصحة وطولة العمر، ويخلي لكم عيالكم يا حبايبي يا رب، ما يرميكم في ضيق ابدا، ويوسع عليكم يرزقكم من حيث لا تحتسبوا يا رب باذن الله يا حبايبي. ام سامر حبيبه قلبي عجبها الفطير، بتقول لي عملت يوم فارس، عجبها خالص، طلع كأنه بقلاوه. بألف هنا وشفا يا حبيبتي، دي شطارتك انت ودي جدعنتك انت شفت الوصفه وعملتيها عشان انت شاطره وست الكل. ربنا يبارك فيك ويجبر بخاطرك زي ما هتجبر بخاطري على طول يا حبايبي. انا اي وصفه بنزلها لكم بنكون عاملاها مره واثنين وثلاثه، وحياة عيالي ما بنزلكم وصفه يكون فيها اي حاجه بايظه، يعني لان الواحد بيشوف وصفات كتير بايظه فهيخاف على الناس، لان الناس دلوقتي مش متحمله حتى شكه الدبوس والمصاريف والدنيا، وربنا يكون في عون الناس. شايفين برطمانات المخلل يا حبايبي؟ شايفين؟ هنغسلها كده خلاص وهنركنها لغايه ما يريد ربنا عاد. الحمد لله على كل حال. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على كل حال، الحمد لله يا رب، الحمد لله. راضية باللي قسمت لي يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا رب على كل حال، الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. والله أنا معايا البنت كمان الأيام دي نفسيتي وحشة خالص خالص خالص، بالذات البنت الكبيرة. فالحمد لله على كل حال. ادعوا لهم يا حبايبي بفك الكرب، وربنا يفك كربهم كده إن شاء الله، ويهديهم ويهدى عليهم يا رب، هم وجميع الخلق يا رب إن شاء الله، ويفك الكرب. امين يا رب العالمين. ادعوا لي يا حبايبي بفك الكرب، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، لان الايام دي انا يعني في كرب شديد 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 شديد. الحمد لله على كل حال. برضه مش هنتكلم ولا هنقول لكم في ايه، عشان احنا خدنا وعد من بعض ان انا مش هنحكي لكم مشاكل. يوم ما نحكي لكم اعرفوا ان انا فاض بيا ووصل بيا للاخر. فانا معلش اسفه، انتوا اخواتي واهلي وحبايبي وبنتتي واصحابي وامهاتي، يعني ربنا كرمني بيكم في الغربة عشان نقدر نفضفض معاكم ونطلع كل اللي جوايا ليكم. فربنا يبارك فيكم ويجعلكم في حياتي نعمة يا رب، ويديكم على قد نيتكم وضميركم، ويكرمكم إن شاء الله في عيالكم وتفرحوا بيهم. أمين يا رب العالمين. ويخليهم لكم يا حبايبي. والنبي يا حبايبي فضلا وليس أمرا شاهدوا لي الإعلانات واشتركوا في القناة، وحاولوا كده انشروا القناة على قد ما تقدروا عشان ترفع كده وتبقى لنا ايه باذن الله، تبقى لي سبب دخل. نفسي ربنا يكرمني بدخل مختصر لي انا وبنتي ما حدش يتحكم فيه. فانا عشمانه في ربنا، وبعد ربنا عشمانه فيكم انكم هتوقفوا جنبي وهتساعدوني باذن الله. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايبي ويخليكم لي يا رب. معلش انا اسفه اذا كنت تجلت عليكم، بس انا ماليش حد نفضفض معاه غيركم انتوا. اديكم زي ما انتوا شايفين هي لمت المواعين وهتبتدي ايه شغاله تغسل فيهم وهتنظف على قد ما تقدر. هي شويه واخواتها بره في البيت شويه، والحمد لله. يعني احنا على قد ما نقدر هنهون على بعض، بس ايه يعني الدنيا عامله معانا بالعاني. فالحمد لله على كل حال، وربنا كريم، ربنا يزيح يا رب ان شاء الله عننا وعنكم الغم والهم يا رب، ويفرج كربة كل من ضاق. امين يا رب. واحنا من جنابه يا رب، يا رب فرج كربتنا وهمنا يا رب، انت عالم بينا وبحالنا. الحمد لله يا رب على كل حاجة انت تجيبها لنا.
زي ما انتوا شايفين هادي كمان منظر البوتاجاز يا حبايبي، يعني شوفوا متخبطة من كل حاجة والله. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، الحمد لله. عشان قبل كده وحدة بتقول لي انت بتعملي بالعاني جايبة بوتاجاز مكسر مش عارف. ما فيش حد يا حبايبي بيرضى يعيش في مكان او حاجته يبدلها ويجيب حاجة عشان يصعب على حد. انا مش عايزة نصعب على حد ولا عاوزة حاجة قلت لكم قبل كده من حد. انا كل اللي عايزاه انكم توقفوا جنبي وتشاهدوا لي الفيديوهات والاعلانات عشان ربنا يكرمنا كده والقناة تكبر. مش عاوزة اكتر من كده، وربنا كريم وعظيم. باذن الله باذن الله هيوقف جنبينا وهيجبر بخاطرنا، امين يا رب العالمين. هنا سيبة المية مفتوحة عشان مليكة وقعت كل المطبخ زي ما انتم شايفين، كل ما ندخلوه توقع. ادعوا لها يا حبايب ربنا يشفي عنها، والله عندها حساسية مبهدلة جسمها خالص. الحمد لله على كل حال، كل حاجة مقدورة عليها غير المرض الحمد لله. في يوم من اسبوع الفجر ده الحمد لله ولا فجر ولا حاجة الحمد لله. حبيبتي كانت طالبة مني نعملها الكيكة، فعملت الكيكة يا حبايبي. الكيكة مقاديرها 4 بيضات، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت، كل ده في الخلاط مع كيس فانيليا وعصرة ليمونة وعصرة نص ليمونة ومعلقة خل، يتضرب في الخلاط ضربة حلوة. تنزلي بكوبايتين ونص دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر، وتحطيهم في اي معونه عندك وتروحي كب عليهم المقدار وتدخل الفرن. هتطلع معاكي احلى كيكه. ولو عايزه المقادير قولي له نكتبها لك في صندوق الوصف، انا هنعملها لكم تاني. وعملت كمان صينيه روانه. بصوا حبايبي بعد ما دخلت الفرن حصلت فيها كارثه عمري في حياتي ما كنت نتوقعها ولا كنت نشوفها. دي حبايبي صينيه الروانه، شايفين بسم الله ما شاء الله. انا عملت الروانه معاكم كذا مره قبل كده، شايفين طالعه جميله كيف وحلوه ازاي. كيك صينيه الكيك العاديه يا حبايبي طلعت فيها مراره وريحه عفونه بطريقه لا تتصوريها ولا تتخيليها. من انا وشغاله فيها في المطبخ يقول بنتي يقول يما في ريحه عفنه يما في ريحه عفنه. ما خدتش وديتها الفرن وطيبتها وطلعت يعني ريحتها لا تطاق. وانا بنكدب نفسي عشان مش هين عليا ازاي الموضوع ده. فقطعنا منها ندقوها لقيناها ريحه عفنه وفيها مرار الدنيا والاخره. شايفين جمالها طالعه ازاي؟ يعني ايه اللي حصل لها؟ جاتها عين، نفس، الله اعلم ايه اللي حصل. والله العظيم ما اترمت غير في الزباله، بكيت عليها. لان المقادير دي والحاجات دي ربنا يعلم انا بنجيب الحاجه كيف. انتوا حبايبي بتتفرجوا عارفينش اللي انا فيه. بس الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. واللي يجي في الريش بكشيش وبعيد من العيال انا راضيه والحمد لله. يعني وحده يلا مش عايزه نقول لكم ايه اللي حصل، بس الحمد لله جت في صينيه الكيك. والله شايفين جمالها وحلاوتها. طلع مرار الدنيا في صينيه الكيك والزفاره مش زفاره، عفونه، معفونه فظيعه فظيعه فيها. شايفين؟ استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. بعد ما كبيتها في الزباله صعبت علي، طلعتها وحطيتها في كيس وقلت البت تاخديها وديها للمره جيراننا تحطها للفروج، لان استحرمت نرميها في الزباله. والله فيها ريحه عفونه يا حبايبي مرار الدنيا والاخره. ليه؟ انا مش عارفه. لو حد يعرف يا ريت يقول لي ايه السبب اللي يخليها بريحه العفونه والمرار ده. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. تعال نرجع الروتيننا تاني وشوفوا حياتنا وشوفوا بيتنا وشوفوا كل يوم احنا بنعملوا ايه وعايشين كيف. الحمد لله على كل حال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين هنا البنت هيكنسن وهي نطفل. هذا كمان المكنسة اتكسرت. مش بنقولكم هي لما بتخبط كلها مرة واحدة. يعني احنا واخدين اسبوع كله صديم. الحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله. الفيديو من اول لاخره مليان كوارث. مش عايزاكم تزعلوا وعايزاكم تجبروا بخاطر بكلمة حلوة وتعليق زين وتشوفوا ايه اللي انا فيه وتقولوا لي زي بعض يوم فارس. هونوا عليا بكلمة حبايبي. ربنا يجبر بخاطركم ويجعل في ميزان حسناتكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. خلوا المطبخ كيف. الحمد لله الحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يا رب انت عالم بحالنا وغني عن سؤالنا يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. انا مش بنعرف على كدك ده نقول ادعية ولا حاجة غير نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا نفسيتي بقيت زفت والله العظيم، نفسيتي وحشة خالص خالص خالص. الحمد لله، غير المشاكل وغير المرار اللي احنا فيه، الدنيا مش سايبانا في حالنا وبتخبط فينا يمين وشمال وشمال ويمين. الحمد لله يا رب. والله العظيم أنا ما صعبان عليا في الموضوع غير بنتنا نفسيتهم بقيت وحشة خالص من المشاكل ومن الكلام ومن اللي بيحصل فينا في البيت. الحمد لله يا رب الحمد لله. هنا كانوا حبايبي هيقولوا الصلاة كلها عشان يمسحوا وينظفوا، الجو حر موت، فهيبتدوا يرفعوا الكنب يوسطنوه يعني عشان يمسحوا تحته وينظفوا زي ما انتم شايفين كده. هيبتدوا يقلوا الكنب يجيبوه في نص الصالة، يكنسوا تحتيه ويمسحوا وينظفوا ويمسحوا تحت نص السجادة، وبعد كده يروحوا مرجعينها تاني. هتشوفوا كل حاجة قدام عينكم. شايفين قلوا الكنب، مع انه والله العظيم هن تعبانات خالص، بس الحمد لله يا رب. قلن ومسحن تحتيه ونضفن عشان زي ما انتم عارفين، هم بيقولوا قله يعني اول الاسبوع وقله اخر اسبوع، يعني مثلا لو يوم السبت والاربع او لحد والخميس، فاهميني؟ لكن يوميا بيكنسن 5 6 مرات واكتر في اليوم. زي ما انتم عارفين هم مش بيروحوا مكان، فكل وكلهم وشربهم ولعبهم في البيت، فطبعا الدنيا بتدعك، الدنيا بيدعك. فعلى قد ما بيقدر بينطفن ويرجع عن تاني وينطفن ويرجع عن تاني، فيش فايدة غير انه هم يطلعوا كل اللي جواهم في البيت. هاي فيش نغلهن في الكنس وفي النظيف. والحمد لله على كل حال يا رب. ربنا عواد جواد، ربنا يعوضهم ان شاء الله. كل التعب اللي عاشوه شافوه معايا، ربنا كريم يعوضهن ان شاء الله يا رب بشهيدهن وبنجاحهن، وربنا كريم وعظيم. انا اسفة خالص على الفيديو ده، بس حبايبي كتير طلبوا مني يوم فارس، عايزين يوم كامل عندك في البيت. ادي يا حبايبي اسبوع كامل مش يوم كامل، كله خبيط وكله رجيع. والحمد لله على كل حال. عايزاكم توقفوا جنبي وتشاهدوا كده الفيديو للاخر عشان ربنا يكرمنا ونحقق باقي الشروط اللي فاضله. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، وده نصيبنا ودي دنيتنا. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله الحمد لله يا رب، حمدا كثيرا طيبا. الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على كل حال يا رب. ادي هنا قلن وخلصن ومسحن تحت السجادة اللي من تحت دي، وده هيفرشن ويروقن كده عشان خلاص قربن يشطبن البيت. هيبتدوا يروقوا ويفرشوا. الحال ده يا حبايبي يوميا احنا اللي بنناموا فيه بنصحوا فيه كل يوم، نفس القل ونفس النظيف ونفس اللي يعني هي دنيتنا وهي حياتنا. فالحمد لله على كل حال يا رب. وان شاء الله ان شاء الله عشمانة في ربنا يفك الكرب ويوسع كده ان شاء الله علينا وعليكم وعلى كل اللي يدخل في التعليقات يكتب لي كلمة تجبر بخاطري، ربنا يجبر بخاطره ويجعل في ميزان حسناته، امين يا رب العالمين. عشان كده يا حبايبي برضه هنرجع ونقول لكم مش كل وصفة هتشوفوها وتروحوا تعملوها، اتأكدوا منها مرة واثنين وثلاثة وشوفوا رأي الناس فيها ايه قبل ما تعملوها. لان والله الناس محاملة، الظروف والدنيا جاية على الناس بطريقة فظيعة. فالحمد لله يعني الواحد بيمشيها بالزق، يعني بيمشيها بالغصب. فالحمد لله على كل حال، ربنا كريم وعظيم يسترها معانا ومعاكم ويبارك فيكم يا حبايبي ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب، ويخلي لكم عيالكم ويكرمكم بالصحة وبالستر، امين يا رب العالمين. سامحوني للمرة الاخيرة والمرة المليون ان انا يعني ازعجتكم، ويعني في ناس هتقول لي انت جرفتينا وانت عملتينا. معلش يا حبايبي انا غصب عني والله، انا بس حبيت نوريكم العيشة على الطبيعة ونوريكم الدنيا على الطبيعة، عشان في ناس كتير برضه بتقول يعني تعليقات مش كويسة وبتقول كلام مش كويس. فادي كل حاجة على الطبيعة، ما فيش حد هيروح يبوظ ثلاجته ولا يبوظ مثلا صينية كيك عاملها في الظروف الزفت اللي احنا فيها دي عشان يعني ياخد كلمة من حد ولا يقول كان ولا ماني. فهيكم كل حاجة قدامكم وكل حاجة انتوا شايفينها. يا ريت يا ريت يعني اي حد عايز يقول كلمة ملهاش لازمة بلاش منها، وتجبروا بخاطر وخاطر بنتتك ده في الايام المفترجة دي.
ان ربنا يفك الكرب. عايزاكم يا حبايبي، عايزه امانه منيكم كل اللي رايحين بيت الله يعني ورايحين الحجه الكبيره، ربنا يكرمكم تدعوا لي انا وبنتي تفك الكرب، وحبايبي اللي في السعوديه ربنا يكرمكم يعني ما تنسوناش في الدعاء. امانه امانه يا حبايبي، ادعوا لي انا وبنتي ربنا يفك كربنا. مش كربنا في العيشه ولا في الغلاء ده والمعيشه على الكل، بس احنا كربنا كده في حاجات معينه ربنا عالم بينا. بس قولوا يا رب فك كربهم يا رب، هم وبنتاتهم، امين يا رب العالمين. يفك كرب كل من داق يا حبايبي، يبارك فيكم ويخليكم ليا ويجعلكم في حياتي نعمه وفضل. شايفين الزباله اللي طلعت؟ والله احنا بننظفه 50 60 مره في اليوم ما بيكفي. العيال الصغيره زي ما انتم عارفين في البيت، والكركيب والشيل والحط. فالحمد لله على كل حال، ربنا كريم يزيح عننا وعنيكم يا حبايبي، يبارك لي فيكم ويخليكم ليا ويديكم الصحه وطولة العمر ويبارك فيكم يا حبايبي. فيديو طويل معلش وانا ازعجتكم بالكلام، بس انتوا حبايبي واخواتي، فانا يعني عشان انا فيكم توقفوا جنبي وتساعدوني. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب. ادي هنا ابتدى يشط بنقها زي ما انتوا شايفين، شوفوا خلوا الشقه كيف. يعني ربنا يديهن الصحه، اكتبوا لهم على التعليق حلو يفرحهم ويجبروا بخاطرهم، وكفايه اللي هم فيه. لو اي حد مش عاجبه الفيديو يا ريت يطلع من غير ما يقول كلمه تجرح او كلمه تسيء. فربنا يبارك فيكم يا حبايبي. زي بعضه اذا كان الفيديو طال عليكم انا اسفه للمره الاخيره. وادي شايفين الشقه خلوها كيف، وشايفين كان منظرها الاول كيف. بذمتكم ما يستاهلوا كلمه حلوه وكلمه طيبه غير الهم اللي هم عايشين فيه. ويعني جبر الخواطر على الله يا حبايبي، جبر الخواطر على الله. ربنا يجعلكم من اللي بتجبروا الخاطر ويجعلكم في لسانكم سكرة وفي عينكم جوهرة يا رب، ويبارك فيكم يا حبايبي. وبإذن الله الأيام الجاية عايزين نقول شوية أمثال شعبية، وتقولوا لي عندكم في بلادكم بتقولوا عليها إيه. يعني عايزين نقولوا مثل وتقولوا في اللي مقابل المثل ده عندكم في بلادكم إيه. بإذن الله بإذن الله يا رب إن شاء الله. ربنا يكرمنا، واللي جاي ربنا يكرمنا فيه إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا حبايبي، يبارك فيكم يا رب ويجعلكم في حياتي نعمة وفضل كده. وأحسن حاجة خدتها من القناة دي الناس المتواصلة معايا اللي بتسأل عليا أنا وبنتتي، هم دول يعني أحلى حاجة ربنا كرمني بيها. إنك لما يكونش عارفة حد وربنا يبعت لك ناس من السماء تسأل عليك وتدور عليك، دي نعمة وخير كتير من ربنا. ادي حبايبي النهارده اليوم الجديد ابتدوا الغسيل. باذن الله باذن الله هنبقى نكمل لكم في فيديو تاني. رضيتش نكمل كفايه الفيديو على لغايتك ده طويل قوي، بس انتوا عشتوا معايا وشفتوا الكوارث اللي كانت ماليه الفيديو. التلاجة والكيكه والبوتجاز والمخلل اللي باظ والطبيخ اللي باظ. فالحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. وادي الابله مليكه راكبه في الغساله، دي لهاش دعوة طبعا بأي حاجة، عايزاكم تدعوا لها ربنا يكرمها، جاياها حساسية في جسمها. فالحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء الله ما شاء فعل. والحمد لله على كل حال يا حبايبي. معلش الفيديو طويل، استحملوني، ومع ألف سلامة يا حبايبي.